يا مساء الفل. كم مرة شفت مهاجم جاب جول عالمي من نص الملعب فقلت عليه رونالدو زمانه، وكم مرة شفت مهاجم ضيع انفراد قدام الجون والجمهور شتمه وقال عليه منتهي. العلم يا سيدي بيقولك انك ممكن تكون ظالم الاتنين. النهاردة هنتكلم عن الاكس جي، البعبع اللي كشف المهاجمين المحظوظين، وليه الاحصائية دي هي اهم حاجة حصلت في الكورة في اخر 10 سنين. لكن خلينا نعرف الاول يعني ايه اكس جي اصلا. بص يا سيدي، الاكس جي او الاكسبكتد جول يعني الاهداف المتوقعه، ودي عباره عن عمليه حسابيه بتقيس كل تسديده في الماتش. يعني لو واحد شاط كوره من بعيد والزاويه مقفوله، الاكس جي بتاعها ممكن يبقى مثلا 0.05، يعني الفرصه دي بتدخل جول 5 مرات بس من كل 100 محاوله. لكن لو واحد مواجه للمرمى، الاكس جي بتاعه ممكن يبقى 0.9، يعني لو ضاعت يبقى يستاهل اللي ممكن يحصل له. لو حبينا نعمل مقارنة بين المهاجم الموهوب والمهاجم المحظوظ، بحب أقولك إن الإكس جي بيفضح الكل، وبيعرفنا إن عندنا نوعين من المهاجمين. النوع الأول ميسي وأخواته، تلاقي الإكس جي بتاعه في الموسم 15 جول بس هو فعليا مسجل 25، وده معناه إنه قناص بيسجل من أنصاف الفرص وبيهزم المنطق. النوع التاني المهاجم المحظوظ، تلاقيه مسجل أهداف كتير بس كلها خبطت في المدافع وغيرت اتجاهها. الاكس جي هنا بيقول لنا استنوا عليه شويه، ده فوران وهيهبط تاني، لان الحظ ما بيكملش والمنطق بيقول انه هيرجع لمستواه الحقيقي. طب السؤال، ليه الاكس جي مهم جدا للمدربين؟ الاجابه لان المدربين دلوقتي ما بيحاسبوش المهاجم هو جاب كام جول بس، بيشوفوا هو بيروح بفرص قد ايه. يعني لو عندك مهاجم ما بيسجلش بس الاكس جي بتاعه عالي، المدرب بيصبر عليه لانه عارف انه بيتمركز صح والجول هيجي. لكن لو عندك مهاجم ما بيسجلش والاكس جي بتاعه صفر، يبقى ده وقت التغيير والبحث عن مهاجم جديد. دلوقتي الكرة اتطورت وبقت بتعتمد على الداتا والاكواد، والاكس جي مجرد اداة بتخلينا نفهم اللعبة اكتر. قولوا لي بقى في الكومنتات، مين اكتر مهاجم في الدوري المصري او العالمي شايفين انه محظوظ والارقام بتجامله؟ وما تنسوش متابعة، لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد في عالم التكتيك. سلام.